انت يا اخويا انا نحب نسالك سؤال، انت جزائري وامازيغي وعايش في اسبانيا، طيب، وتعيش مع الكفار، طيب، انت سؤالي وش دخلك؟ وش دخلك في السياسه اصلا؟ انا عندي سؤال ديني، هل كلفك الله بهذا؟ كلفك الله انك تحكي وطيارات وماشيه وكذا؟ هي علاش الانسان يتكلم ويحشر نفسه في السياسه؟ علاش؟ انا ما فهمتكمش. انتم الان والسعوديه وبيها وعليها، يعني انت تقرا لي في كتب بريطانيه وتقرا في الجريده الاسبانيه التي تسب الدول العربيه وتتنقص منهم، وسالناك السعوديه نقولوا لك حاجه مليحه في السعوديه انت ما تستعرفش بها. قلنا لك رئيس السعودية بلد التوحيد، السعودية عندها جامعات لا اختلاط فيها. انت تعيش في اسبانيا ممكن راه اولادك يمشوا يمشوا ليكول يختلطون بالرجال والنساء. ماشي عايش في اسبانيا، انا عايش في الجزائر. طيب وفي الجزائر ما فيش جامعات فيها اختلاط؟ يجاوب. فيها اختلاط. علاش ما تقولش السعوديه دقيقه؟ علاش ما تقولش بريطانيا اسمح لي، بريطانيا فيها جامعات ما فيهاش اختلاط. بريطانيا صافي مسلمه، يعني دوله مسلمه. مسلمه. بلد كفر تقارني ببلد كفر بلد الاسلام؟ يا ودي خلينا من بلد الكفر. انا نحكي لك انت عايش في الجزائر وما تقدرش روحك ما تقدرلهاش، ما تقدرش انت تروح اليوم تنكر على الجامعات. علاش راك تنكر على السعوديه؟ علاش؟ يعني انت ما قدرتش تنكر على الجزائر، ولا احنا ننكر على تونس ولا على ليبيا، راح تنكر على السعوديه؟ يا السعوديه خلاص. انا تاع الجامعات من حقهم البنات يقراو يخرجوا طبيبات. شو اللي يداوي لك الزوجه تاعك؟ شو اللي يداوي لك الزوجه تاعك؟ في السعوديه ماهوش يقراو ما يجيبوا اطباء من برا، اجيب تونسيات وجزائريات ومغربيات. لا ما يجيبوش كلهم من برا، والله. كلهم من برا. عندك معلومات؟ اذا عندي معلومات كلهم من برا. المعلومات هذه دقيقه اخونا، المعلومات اللي عندك هذه اقسم بالله معلومات صهيونيه بريطانيه. صهيونيه والله الوقت على ما رحت السعوديه، انا رحت السعوديه 6 مرات والله. بريطانيه صهيونيه. اسمع اذكر خلاص انتم غير المؤامره. دقيقه اخونا، مؤامره صهاينه قلت له في الشعب عامين. يا ودي خلاص. طيب يا سيدي معليش، سلمنا لك ما قلته. اذكر لنا الخير في السعوديه، تفضل اعطينا شوي خير، تفضل اعطينا غير شويه، تفضل يا استاذ ارفع الكتب. تنظيم الحج وتنظيم العمره، هذا ما كان. ما نعرفش حتى حاجه زيد. انا نعرف غير تنظيم الحج وتنظيم العمره. حاجه معلش عندي سؤال فقط. خليني نعرف، خليني نزيد. شوف الاشياء المضره، سؤال واحد. الاشياء المضره قبل السؤال. اسمعني، انا قنعتني والله قنعتني، بس صح عندي سؤال لك فقط. تفضل. السعوديه خاينه وملك السعوديه خاين، ومال الحج والعمره يمدوه ويقتلوا في المسلمين. اوكي هاني متفق معك، هذا صحيح الهضره تاعك هكذا؟ واش رايك نحاربوا السعوديه؟ لا ليس هذا اثم الدين انت. اصبر، هذا اثم الدين انت. ما قلتش يمدوا. سؤالي ليك اوكي، رانا سلمنا للامر الواقع، وهذو الناس خاينين. اسكن نروحوا نحاربوهم ولا لا؟ نحاربوهم، نروحوا نهدموا كعبه نتاعنا، نهدموا قبله المسلمين. انا ما يمثليش. انا باش نحاربونا ما يهمنيش. انا يهمني حدود بلادي وبس. انا عندي سؤال. انا ما يهمنيش. انا نحارب، انا ما يهمنيش وما نمدحوش. يا صديقي ما يهمكش، ولكنك تهضر عليه. كان ما يهمكش لا الموضوع هضرت عليه معناتها امره يهمك اللايف وراك قعدت وراك. انا سؤالي ليك، هذا الانسان خاين وما يمثلكش وما يمثلنيش. انا معاك اوكي، راني اتفقت معاك. اسكن حاربوه ما دام خاين. نهبطوه نحاربوه ونهبطوه. كيفاش تهبطوا؟ خلاص بالحرب. زهير خلينا نهدموا قبله الاسلام. لا باش نعقب على نقطه يا صابر، باش نعقب على نقطه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا صابر لحظه يا اخونا، باش نفهمك حاجه. خليني نحكي لكم يا اخي موديكم لحظه يا اخونا. زهير يا اخونا زهير الله يبارك. فما ليزان يلا انا وجع الراس ما نحبوش. انا ما يعني شوف لازمك تفهم حاجه، انا ما عنديش وجع الراس. خلينا نهدروا مع المخالفين، ما عندناش وجع الراس. ما يا مشرفين ما عادش تطلعوا لنا السيف، الله يبارك فيك، ما عادش طلعوا السيف. خليني انا مع المخالفين. انا راني عندي علم نحب ناظر في العلم، ما عنديش سياسه. اللي يحب يهضر سياسه يروح يفتح بث في السياسه. واضح؟ خلاص. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله. والله راه نسقسيك الاخ، انت بن سلمان، هذا بن سلمان، أنت صعدت بكري معايا ولا لا؟ انت بن سلمان، بن سلمان صعدت معانا خلاص يا أخي، ما نقعدش أنا نضيع وقتي. ايش تحبوا الهدرة كنسة، يحبوا غير يهدروا. خلاص صعدت معايا خلاص، نزلتك خلاص، معناها ما نحاولش نعاودوا نطلعوا من جديد. شوف لك بث آخر وروح قول فيه كلمتك، اقعد هنا تعلم، نعلموك. السلام عليكم. خليك أنا، احنا كاين الناس ما يحبوا يطلعوا بزاف، والنساء لا يصعدن معنا. بارك الله فيك. ما انا ما نحبش شكون يصعد مع النساء. السلام عليكم. وعليك السلام. الأخ الكريم، عندي سؤال في نفس الموضوع. تفضل. احتجاجات العلماء مثل أحمد بن حنبل وابن تيمية، خير قضاة تاع ذلك الوقت، كانوا يقولوا بالكلام اللي كانوا يقولوه الأشاعرة، وخالفهم وكان يهدر دخل السجن على جال الأقوال تاعو. هل كان مخطئا؟ لا، ما كانش مخطئا. صح، وعارض أقوال تاع ولي الأمر. ولي الأمر كان مع القضاة تاعو. أحسنت. لا، مو خالف ولي الأمر، مو خالف ولي الأمر. أنكر علنية. بشوية يا شيخ، بشوية بالعقل. مو أنكر علانية. تفضل تفضل تفضل. أو باش نعطيك، لازمك تفهم قصة الإمام أحمد. الإمام أحمد قال له: تقول بخلق القرآن؟ قال: لا أقول أنا بخلق القرآن، لأن الإمام أحمد عالم رباني يعرف العقيدة، فقال: لا أقول بخلق القرآن. السؤال المطروح اليوم، السؤال الذي أنت ممكن ما فهمتش، لماذا أدخل الإمام أحمد للسجن؟ لأن في زمانه المأمون والمعتصم بالله والواثق بالله، ثلاثة مر عليهم الإمام أحمد. المأمون والمعتصم جاءوا له ناس من اليونان أثروا عليه بالعقيدة، فأصبح يقول بخلق القرآن، ومن قال بخلق القرآن كافر، خرج من ملة الإسلام. وبالرغم من ذلك أن الإمام أحمد كان يكفر، ولكنه لم يأمر بالخروج عليه، لأن الإمام أحمد عنده نظرة بعيدة، ولذلك معروف عنه المناظرة اللي أقامها الإمام أحمد مع علماء بغداد، لما أتوا علماء بغداد، ومنهم أظن أبو مطبخ أو المطبخي، علماء بغداد أتوا ليناظروه، فقالوا له: يا إمام إن الأمر قد فشى، الأمر أصبح الحاكم يقول بخلق القرآن، وهذا كفر. طيب، ماذا قال لهم الإمام أحمد؟ عليكم الإنكار بقلوبكم، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، واصبروا حتى يستراح من بر ويستريح فاجر، أو يستراح من فاجر ويستريح بر. ركز. فالإمام أحمد كانت عنده عقيدة لا خروج على الحاكم في مفسدة. الخروج على الحاكم نخرج عليه لما تكون عندنا قدرة، وعندنا قدرة على إزالته دون سفك الدماء. انتم وش تحبوا، وش حبيتوا؟ استفكوها الدماء لا، هذوك انا اعطيت لك سؤال راك جاوبتني. جاوبتك انا، ما جاوبتك. اسكو هل جاء بالحل وبعده ابن تيمية نفس الشيء؟ لا ربي يرحمهم. شوف خونا، الله يبارك فيك، انا راني عاذرك، ربما لم تقرأ، انا راني عاذرك، الله يبارك فيك. ربما لا تعرف ما حصل لابن الإمام أحمد وما حصل لابن تيمية، ربما أنت ما تعرف كم دخل من مرة ابن تيمية السجن، شحال دخل من مرة السجن ومات في السجن. نعم صح. ليش السؤال لماذا؟ شحال من مرة، شحال لماذا؟ السجن شحال؟ لماذا دخل؟ هذا هو السؤال. أنا أخي أنا نسأل فيك وأنت تسأل فيا، شحال من مرة؟ أنا قلت لك نعطيك سؤال، أنا أعطيت لك نفس السؤال في سؤال واحد، قلت لك